بداية باش تكون بجوائز الكاف اليوم في مدينة مراكش، بالتحديد في قصر المؤتمرات بمراكش. اليوم باش يكون جوائز الكاف اللاعبين واللاعبات اللي تألقوا طيلة موسم 2024، 15 جائزة، أهمهم أحسن لاعب وأحسن لاعبة وأحسن مدرب وكذلك أحسن حارس مرمى. تفاصيل هذا الكل معنا في المباشر زميلنا أمين جلنزة الموجود في مراكش، يعطينا فكرة على كل كبيرة وصغيرة من هذه الجوائز. أمين مرحبا. صباح النور مهدي، تحية ليك، تحية جميع المستمعين والمشاهدين. سالم برشا على التشكيلة الحاضرة معك في الاستوديو مباشرة. أنا من مراكش بجنب قصر المؤتمرات بالي دي كونغري باش يحضر طبعا الكاف وورد سيريموني، حفل جوائز الكاف. وطبعا الحديث هوني على الجائزة الكبرى، هي جائزة أفضل لاعب بالنسبة للعام 2024 اللي باش تكون منطقيا بين أشرف حكيمي ولوكمان مهاجم المنتخب النيجيري ولاعب أتلانتا، وتنافس شديد بين الثنائي هيت. خلينا نحطكم شوية في الجو. أنا بالنسبة لي أول مرة أزور المغرب وأول مرة أزور مدينة مراكش. الحقيقة منبهر بالأجواء، أجواء جميلة جدا هوني. ملي تدخل مراكش تشوف ساعة اسمها مراكش الحمراء، المدينة الحمراء، البني كل تقريبا نفس اللون، لون موحد بالنسبة للمباني، لونه كالسمون قريب للون الأحمر. نظافة، نظام، الحقيقة إمكانيات كبيرة للمدينة هذه على المستوى السياحي. عملت جولة في المعالم نتاع المدينة يوم أمس، والحقيقة معجب جدا بالمدينة وبالأجواء. وثاني مرة مدينة مراكش تنظم حفل الكاف ووردز بعد العام الماضي. العام اللي قبل 2022 كانت في الرباط. وطبعا المغرب تستعد لتنظيم كأس فيما العام القادم أبارتير من ديسمبر 2025. وطبعا الحدث الأكبر هو تنظيم كأس العالم 2030. حطك شوية في الأجواء. فما ممثل تونسي موجود هوني اللي هو كان حذايا قبيله، وكانت عندنا محادثه شيقه، اللي هو المدرب واللاعب السابق للمنتخب رادي جعيد. رادي جعيد باش يشارك في الحفل، باش يقدم احدى الجوائز، وحاليا خليته في اجتماع مع الكاف ريهرسل لتقديم طبعا الجوائز. كان ايضا حاضر معنا محمد زيدان اسطوره المنتخب التونسي يشارك في الحفل. ورايا كان ما نعرفش تبدو شويه انقطع الخط. تسمع فيا مهدي؟ نسمع فيك من امين. 5-5 حذايا لهنا ورايا في المطعم الخاص بالنزل كاليلو فاديغا لاعب السابق للمنتخب السنغالي، اللي حكيت معاه ايضا شويه، اللي مذوري توانسه الكل يطرحوا عليه هل استحق المنتخب التونسي الفوز في ربع نهائي كاس افريقيا للامم 2004. قال لي بالله السؤال هذا لو التوانسه الكل يسالوه لي. هو ما تعبش في المباراه الشهيره هذيك، مباراه الضباب وهدف جوهر المناري اللي رشحنا للدوره النصف النهائي، لكن تحس انه متحسن. كان فما، وكنت قبيله نحكي شويه مع سيباستيان دي سابر مدرب الكونغو الديمقراطيه المرشح لجائزه افضل مدرب في العام، وحكى لي هكا شويه على تجربه الترجي التونسي 2014. كان معه وقت عادل الأطرف وطارق ثابت. وسالته ايضا، قلت له كان فما اتصالات مع الجامعه التونسيه لكره القدم. قال لي تعرف انه عندي واجب التحفظ، ما نجمش نجاوبك فيما يخص اي اتصالات مع الاتحاد التونسي او الجامعه التونسيه لكره القدم. وسمعنا طبعا منذ اشهر وقتها انه بالحسن مالوش كان اتصل بسيباستيان ديساب. هذا فيما يخص ممكن بعض الاسماء اللي الحاضره من الملاعبيه. سيحيي الحفل هذا وسينشط هذا الحفل المقدمه الشهيره طبعا البريطانيه كيت سكوت، اللي عندها البرنامج في CBS الفاتيري اونري، جيمي كاراغير وميكا ريتشارد، معها جلال بوزراره المقدم المغربي الرياضي المعروف. باش يكونوا ينشطوا في الحفله بارتير من 7 اليوم في الليل. الحقيقه الاستقبال لهنا كان على اعلى مستوى. نشكر برشا الجامعه الملكيه المغربيه على حسن الضيافه وحسن الاستقبال. الحقيقه فرحانين بينا برشا. يسلموا عليكم الكل. تعرف لي كرونيكور يعرفكم بالاسم، عبد الباقي، سمير، خالد القربي، الكل يعرفوكم هنا ويتبعوا فينا. راهو انا في المطار قالوا لي مش انت صحفي التونسي اللي عندك برنامجك ساعات تحكيوا على المغرب الجزائر؟ مطلب انا هو. فرحوا بينا الحقيقه برشا، وكي يعرفوا التونسي يزيدوا اكثر هوني في المغرب. الحقيقه تحس البلاد كلها على اهبه الاستعداد لتنظيم التظاهرات الكبرى هوني. ولهنا نتساءل نحن نقولوا نحن وين فيما يخص الجانب هذا، فيما يخص تنظيم التظاهرات الكبرى على المستوى الافريقي اللي كنا فيها طبعا في المقدمه. لكن حاليا الامور ما هيش هي. لا داعي طبعا لذكر التفاصيل فيما يخص شأن الداخلي. بالنسبه للجوائز، الجوائز
بعض الاستغراب حقيقه فيما يخص مثلا ترجي التونسي اللي لم يبلغ الشورت ليست الثلاثه فرق المرشحه للفوز بجائزه افضل النادي للعام الماضي. نلقاو طبعا الزمالك والاهلي المصري بالاضافه لسان داونز. طبعا الناس كل تعرف ان الترجي التونسي تتفوق على سان داونز في الدوره النصفيه وتاهل قبل الانديه بفضل السكور ولا التنقيط طبعا الخاص بالانديه الافريقيه. جائزه افضل مدرب فيها مفاجاه ممكن انه كولر لم يبلغ الشورت ليست الثلاثه مرشحين الاخيرين، يعني فما سيباستيان دو سابرو وفاي مدرب المنتخب الايجواري بالاضافه لاوغو بروس مدرب منتخب جنوب افريقيا. حراس المرمى يحيى فوفانا حارس الكوت ديفوار حارس انجي، ويليامز حارس سان داونز وجنوب افريقيا بالاضافه طبعا لاندري اونانا. دون توا مع استبعاد طبعا شوبير اللي قدم موسم ممتاز جدا. شوبير حارس مرمى الاهلي المصري بالمنتخب جنوب افريقيا نيجيريا والكوت ديفوار. افضل لاعب شيب كوناتي دياكيتي ولامين كامارا لاعب موناكو اللاعب السنغالي اللي تألق بشكل لافت طبعا في العام الماضي. الكل ينتظر ممكن جائزة أفضل لاعب في القارة، جائزة أفضل لاعب في القارة اللي مبدئيا قلنا أنه باش تكون بين حكيمي وبين لوكمان لاعب أتلانتا. جيراسي مهاجم دورتموند حظوظه ليست بوافرة نوعا ما للفوز باللقب نظرا لأنه يلقى روحه في نفس الكاتيجوري مع كل من حكيمي ولوكمان. نرجع شويه للاجواء هوني. فما اجتماع حاليا للمكتب التنفيذي للكاف ومنتظر طبعا قرارات تخص المسابقات القادمه اللي نظمها الاتحاد الافريقي والكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. البارح ايضا كنت شفت رئيس الاتحاد الموريتاني احمد ودياحي اللي حاضر هوني وايضا يتابع فينا شويه مهدي. نعلمكم انه عندنا صديق كبير لهنا والحقيقه ما تصورتش انه معناها المتابعين في كامل انحاء العالم العربي مثلا في موريتانيا المغرب الجزائر وحتى مصر نداء باكش الناس الكل نقولوا عيد ميلاد سعيد حق خالد القربي اللي غاب علينا اليوم اللي يطلب انه ياخذ رخصه نهار الاثنين. عنده يمشي يتعشى اليوم خالد الظاهر اكيد. امين صحه على كل حال حتى لينا عشينا نحلم باش نمشي يتعشى. يعطيك الصحه على التوضيحات امين. ديما ليماج تاع فام كبيره في المغرب العربي. يعطيك الصحه. فرحان برشا اللي قلت الكلام هذا الكل على برنامج سبور شيك وعلى الناس اللي تعرف مليح يا فام تعرف مليح الكرونيكور الموجودين في فام. يعطيك الصحه اكيد امين. نرجعوا لك على التتويجات ان شاء الله في المواعيد القادمه. بكي تنظيميا ماناش موجودين، رياضيا ماناش موجودين اليوم في جوائز كما جوائز الكاف. لا نقطة استفهام على رياضة وكرة القدم التونسية بصفة عامة. كنا ديما موجودين وتوا تونس تمر بمرحلة انتقالية معناها من 14 جانفي لتوا في كل المجالات، وهذا قاعد يعطل في مسيرة تونس بما في ذلك مسيرة الرياضة. والشيء هذا كانت تفكروا شهدته الجزائر قبلنا زاد جات مدة الجزائر غابت لأسباب من نفس النوع عشان نعيشوا فيها احنا تو. عكس المغرب معناها حافظت على استقرارها بصفة عامة، والمحافظة على الاستقرار يساعد باش انك تواصل النشاط نتاعك حثيثا وباكثر فعاليه، وهذا اللي قاعد يصير. ولو انه المغرب راهي عندها تقاليد كبيره في تنظيم مثل هذه المناسبات حتى من قبل، ومراكش مش اول مره تحتضن حدث كبير، وياما احتضنت مراكش مؤتمرات فيفا. صحيح بار. شخصيا حضرت مؤتمر فيفا في مراكش وقت بلاتير قبل ما يجي فونتينو، وتقريبا في نفس البلاصه اللي بتصير فيها الحفله هذه قسم مؤتمرات اللي هو حاجه كبيره برشا معناها تشوفها امين بلنزا. مدينه مراكش كما حكى امين معناها، واختيار مدينه مراكش في المغرب اختيار ذكي جدا، باعتبار انه المدينه هذه الغريبه من نوعها، مدينه ما فيهاش بحر ولكن رغم ذلك مصنفه ضمن توب 10 نتاع المدن السياحيه في العالم معناها من غير بحر. الور مدينه جميله جدا، وننصح انا بين تعمل طلع على ساحه باب الفنان وشوف لنا سيرتو الصحارى غاديك معناها مشى سعد باقي مشى يقراو لك الكف نتاع كره القدم التونسيه سعد باقي واستحى مع الحنوشه يحكي لك كيف مع القروده. المغرب عندها كيف مع القروده، وتونس عندنا تقاليد زاد كيف، ولكن ان شاء الله يعمل استقرار النهائي في تونس وترجع كل شيء لبلاصته. بسرعه سمير، اشرف حكيمي ولا لقمان؟ نميل لأشرف حكيمي بطبيعة الحال لسبب بسيط فقط، لأن المدافعين عبر التاريخ دائما ما حظوظهم تكون قليلة. كان نافارو عمل اكسبسيون باش خذا مرة، تعداو مالديني باريزي معناها زامر مديتيران وقتها. مي المدافعين ديما معناها حظوظهم أقل. حكيمي يقدم في مواسم ممتازة جدا خاصة الموسم الأخير،
بياس متغاسي باريس سان جيرمان بصفه كبيره جدا، نفس العطاء في المنتخب المغربي. نتمنى انا صراحه نتمنى، ولو انه لقمان قدم موسم استثنائي كيف هو اللي جاب الاوروبا ليج نجم نقول وحده. ما انا القلب يمشي لاشرف، وحتى بالمنطق كذلك اشرف من اللاعبين. كيف انا نمشي للحكيمي مش على مش كفالور انترسيك هو، لكن على الكونتينيتي نتاع حكيمي عنده اعوام في لو نيفو. حكيمي كي نشوفوا الباركور نتاعو كلها في رق من طراز عالي، من ريال لدورتموند للانتر توا بي اس جي وغيره، دونك عنده استحقاق باش ياخذ الجائزه هذه. الاسبوع الفارط قلت لقمان معناتها مش باش نبدل اليوم رايي، لانه كما كان يقول سمير وانت قلت انه عملناه الحقيقه في الاوروبا ليج اللي عملوا لقمان مش بالسهل انك في نهائي بالطريقه هذيك تسجل 3 اهداف. الحقيقه يستحق انه يكون افضل لاعب افريقي. بالنسبه ليك بكي؟ والله على المستوى الفني للملاعبيه زوز، كل واحد في البوست نتاعو زوز يستحقوا. لا بيرفورمانس دي كلوب تدز لقمان تعطيها مونتاج في محطة اتلانتا، ولكن العاطفه والحب والانتماء ان شاء الله نقول تكون عند اشرف حكيمي اللي هو يستاهل في اخر الامر زاد. يعطيكم كل تكريمه. يعطيك الصحه سعد.